السلام عليكم أعزائي المشاهدين. فيديو اليوم فيديو مشترك بالتعاون مع صديقتي الغالية مريم من قناة كل شيء مع مريم. أني راح أقدم لكم طريقة عمل صوص الشوكولاتة وتغليف الكيكة، وصديقتي مريم راح تقدم لكم طريقة عمل السويس رول بطريقة روعة. أتمنى تشاهدون الفيديو مالتها وتشتركون وياها بالقناة. راح أخلي لكم رابط قناتها بصندوق الوصف وبالتعليقات. اشتركوا وياها بقناتها لان قناتها فعلا روعة وتستحق المتابعة، وابقوا وياي حتى نشوف طريقة عمل صوص الشوكولاتة. عندي هنا 180 غرام شوكولاتة برشتها بهذا الشكل حتى تسهل علي وتذوب، وعندي علبتين قشطة من هاي النوعية، والنستلة اللي اني مستخدمتها هي هاي الوحدة وزنها 60 غرام، يعني استخدمت 3 من هاي. بس هسه اني راح اسوي نص الكمية، يعني حسوي علبة وحدة قشطة ونستلة ونص من هاي، يعني تعادل 90 غرام. راح احتاج شوية زيت. المقادير هذني يعني اذا علبتين قشطة و180 غرام شوكولاتة تكفي كيكة كبيرة، بس اني هاي الكيكة اللي عندي حجمها صغيرة كلش، فراح اسوي نص الكمية. يعني هسه عندي علبة قشطة وحدة وخاشوقة صغيرة زيت يعطي لمعة للصوص، وهنا 90 غرام شوكولاتة مبشورة. هسه عندي هاي طاسة راح اخلي بيها مي حتى يغلي على النار، وبعدين نخليهن ذني نسويهن على حمام مائي، خلي اغلي وارجع. هنا غليت عندي المي، راح اخلي هنا فرغت علبة مال قشطة بهاي الطاسة وراح اخليها فوقها. طبعا القشطة بدرجة حرارة الغرفة، وراح اخلي الشوكولاتة وراح اقلبها، ظل اقلب بيها لحد ما تذوب. راح اخلي شوية زيت مثل ما قلت لكم يعطيها لمعة. مثل ما تشوفون هنا ذاب عندي. طبعا اذا ما ذاب عندكم بسرعة تقدرون تشيلوه هيجي وتخلوه على النار وتحركون بيه لحد ما يذوب. هسه اني ذاب عندي، راح اشيله منه واخليه شوية يبرد حتى اصبه على الكيكة، بس شوية يعني يبرد. مثل ما تشوفون صبيته بهذا الشكل. انتوا تقدرون يعني هو باعوا كمية تطلع بعد بيت، تقدرون تغلفوها كلها، بس انا حابة بس هيجي اسويه. راح اتركها يتماسك وراح اكمل تزيينها قدامكم هيك، يعني تزيين بسيط. هواي بنات تسألوني شلون نخلي الفورمة بالكيس الحلواني وشلون نقصها، فقلت اسويه قدامكم. عندي هاي الفورمة راح اخليها بداخله، راح اشوف هنا يعني الراس مالتها شقد يحتاج له، يعني هالقد، وراح اقص شوية بس على قد راس الفورمة. راح اقصها بهذا الشكل وراح تطلع من عندي الفورمة هنا. بعدين اخليها هيجي بداخل الغلاف، اخلي الكيس هيجي وبعدين اعبيه بالكريمة. هنا بديت اسوي نقشة باسفل الكيكة بهذا الشكل. هسه هنا عندي هذا كريم لون اخضر، راح اسوي هاي النقشة. هسه عندي هاي الفورمة نسوي وردة، راح اسوي وردة واخليها هنا بالنص.
هسه اخر شي راح اسوي بيها اوراق مثل ما قلت لكم هيجي فشي بسيط. وبهذا الشكل اكون خلصتها. اتمنى طريقة الصوص تنال اعجابكم. انا على اساس ما انزل التزيين بس قلت خلي فد مرة وياها اسويه. اتمنى تنال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو المرجو الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. شكرا على حسن المتابعة، مع السلامة.